وليد الركراكي عن تدريب المنتخب المغربي كان خبراً صادماً للكثير من الجماهير، خاصة أنه المدرب الذي قاد أسود الأطلس إلى الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. لكن المفاجأة أن هذا الرحيل الذي أحزن عدداً من لاعبي المنتخب قد يكون في المقابل فرصة ذهبية لعودة أسماء أخرى غابت عن المنتخب في الفترة الماضية. في الواقع هناك 4 لاعبين بالتحديد قد يكونون من أكثر المستفيدين من تعيين محمد وهبي مدرباً جديداً للمنتخب المغربي. أول هذه الأسماء هو أحمد رضا تكناوتي، حارس مرمى نادي الجيش الملكي البالغ من العمر 29 عاماً. تكناوتي يعيش موسماً مميزاً للغاية مع فريقه، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة، ولم يستقبل سوى 5 أهداف فقط. ورغم هذا التألق الكبير، غاب الحارس عن حسابات المنتخب في الفترة الماضية، لكن مع المدرب الجديد قد تتغير الأمور، وقد نشاهد عودته مجدداً لحراسة عرين أسود الأطلس. الاسم الثاني هو شادي رياض، المدافع الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يقدم مستويات قوية مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي. شادي لم يظهر مع المنتخب المغربي منذ عام 2024 رغم الأداء الجيد الذي يقدمه في الدوري الإنجليزي، وهناك من يرى أن غيابه كان أحد الملفات التي خلقت توتراً بين المدرب السابق وليد الركراكي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. أما الاسم الثالث فهو عبد الكبير عبقار، مدافع نادي ختاف الإسباني، والذي يواصل تقديم مستويات جيدة في الدوري الإسباني هذا الموسم. عبقار أيضاً كان بعيداً عن المنتخب المغربي منذ عام 2024، لكنه قد يكون أحد الأسماء التي يعيد محمد وهبي النظر فيها خلال المرحلة القادمة. وأخيراً يأتي اسم زكريا الواحدي، الظهير الأيمن المتألق مع نادي جنك البلجيكي. ورغم أنه يشغل مركز ظهير، إلا أنه يملك أرقاماً هجومية مميزة هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 31 مباراة فقط، وهو رقم مميز جداً بالنسبة للاعب في هذا المركز. كل هذه الأسماء قد ترى في التغيير الذي حدث داخل الجهاز الفني للمنتخب المغربي فرصة جديدة لإثبات نفسها والعودة إلى صفوف أسود الأطلس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمنح محمد وهبي الفرصة فعلاً لهؤلاء اللاعبين، أم أن مفاجآت أخرى تنتظر الجماهير المغربية في اللائحة القادمة للمنتخب؟